أغلبكم سمع أو شاف في شوية أفلام إن كليوباترا سممت نفسها بسم تعبان كبرى عشان حبيبها أنطونيوس اتقتل. بس التاريخ يا صديقي ليه كلام تاني، والتعبان بريء كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. فتعالوا كده مع بعض نشوف الحكاية من البداية. كليوباترا اتولدت سنة 69 قبل الميلاد، وهي من سلالة البطالمة اللي هم خلفاء الإسكندر الأكبر. أبوها أولتس اللي هو بطليموس ال 12. لما أبوها مات، هي وأخوها فيلباتور اللي هو بطليموس ال 13 مسكوا الحكم. كانت هي تقريبا عندها 18 سنة وأخوها حوالي 10 سنين. كليوباترا وزي ما التاريخ قال عنها كانت ذكية ومثقفة، وكانت قادرة تتكلم 12 لغة، وكمان اتعلمت الهيروغليفية. ومن حنكتها ودهائها في السياسة كانت قادرة تقود جيوش وهي عندها 21 سنة بس. لما أخوها كبر، المستشارين بتوعه لعبوا في دماغه وقالوا له أنت لازم تخلص من كليوباترا علشان الجو يخلالك. فهو طردها من اسكندرية، بس ده قرار غبي. هو المفترض كان يخلص عليها تماما، لأن كليوباترا مش سهلة ومش هتعدي الموضوع ده ببساطة. وقتها هي راحت شرق مصر وقدرت تكون جيش من البدو، وقالت أنا هرجع اسكندرية وحارب أخويا وارجع الحكم، واللي يحصل يحصل. في الوقت ده حاكم روما اللي هو يوليوس قيصر عرف باللي بيحصل في مصر، وكان معجب جدا بكليوباترا، فقرر يساعدها، وفعلا انضم لها آخر سنة 48 قبل الميلاد. بس بطليموس قدر يحبسها هي ويوليوس في قصر من القصور لمدة 5 شهور. الفترة دي كانت كافية جدا علشان العلاقة ما بينهم تقوى. وبعد ال5 شهور دول جت تعزيزات من روما، قوة من الجيش يعني، علشان يحرروا يوليوس، وفعلا قدروا يحرروه. بطليموس لما عرف قال لك يا فكيك، هو كان عارف إنه لو فضل موجود واتجاب هيتعلق. في الوقت ده يوليوس عين كليوباترا على حكم مصر، واتجوزت أخوها بطليموس ال 14 اللي كان عنده وقتها 11 سنة بس. وفي نفس الوقت كانت لسه على علاقة بيوليوس قيصر، وحملت منه وخلفت بطليموس قيصر أو قيصريون. وبعد 3 سنين من توليها للحكم قررت تسم أخوها وتخلص منه. وسنة 44 قبل الميلاد يوليوس اتقتل على إيد أقرب الناس ليه، والحكم في روما اتقسم ما بين أوكتافيوس اللي هو ابن يوليوس بالتبني وأنطونيوس ماركوس. أنطونيوس كان أقوى وكان ليه حلفاء كتير في السيناتو دول اللي هم مجلس الشعب عندنا كده. طبعا كليوباترا كانت لازم تأمن نفسها بعد موت يوليوس، فقررت إن هي تغوي أنطونيوس بما إنه هو الأقوى يعني. وفعلا قدرت توصل للي هي عايزاه، ووقع في شباك حبها ووهب نفسه ليها هو وجيشه. بس سنة 32 قبل الميلاد أنطونيوس عمل قرار غبي جدا، طلق مراته الرومانية واتجوز كليوباترا رسمي. الشعب الروماني لما عرف قال ايه ده، يطلق بنت بلدنا ويروح يتجوز واحدة غريبة؟ والشعب بدأ يسخن عليه شوية. اوكتافيوس قال بس هي دي فرصتي، وده الوقت المناسب ان انا اقدر اقلب الدنيا على دماغ انطونيوس. وفعلا قدر يعمل كده، والسيناتو قرر ان هو يلغي سلطة انطونيوس تماما. وفي نفس الوقت اوكتافيوس شن الحرب على كليوباترا، بس هو من جواه مش على كليوباترا بس، هو كان عارف ان انطونيوس مش هيسيب كليوباترا لوحدها وهينضم ليها في الحرب دي. فبكده اوكتافيوس هيخلص من انطونيوس ومن كليوباترا في نفس الوقت. وفعلا سنة 31 قبل الميلاد حصلت حرب خليج أكتيوم، وأنطونيوس انضم لجيش كليوباترا وكان معاه 230 سفينة حربية. بس لحظهم المهبب، في مرض اسمه الملاريا ضرب جزء كبير من الجيش، فأغلب جنود الجيش ماتوا من قبل حتى ما المعركة ما تبتدي. فأنطونيوس وكليوباترا قرروا إن هم يعملوا تشكيل اسمه حدوة الحصان، ويبقوا هم في آخر التشكيل بحيث لو حصل أي حاجة يقدروا يهربوا. وفعلا لما المعركة قامت وحسوا إن الدنيا بتضيع من بين إيديهم قرروا إن هم يهربوا. وفي سنة 30 قبل الميلاد أغلب جيش أنطونيوس قرر إن هو ينسحب. هم حسوا إن هم ماشيين ورا أهواء وعواطف أنطونيوس، وإن هم داخلين في حرب عشان واحدة غريبة ما تخصهمش في أي حاجة. وفي شهر أغسطس في سنة 30 قبل الميلاد
وصل لأنطونيوس رسالة مدسوسة مكتوب فيها إن كليوباترا انتحرت. هو حس إن كل حاجة ضاعت من إيده، الجيش بتاعه انسحب، كليوباترا اللي هي حبيبته ماتت، وكمان هو كان مطلق مراته، فقرر ينتحر. حس إن الدنيا دي ما بقاش ليها لازمة. بعد كده وصل خبر موت أنطونيوس لكليوباترا، فكليوباترا قالت أنا رجعت لوحدي تاني، فقالت أنا هحاول أوصل لاتفاقية مع أوكتافيوس بحيث أفضل برضه موجودة على حكم مصر. كل اللي كان يهم كليوباترا إنها تفضل موجودة على حكم مصر، بس أوكتافيوس كان أذكى إخواته، ومفيش أي حيلة عملتها كليوباترا دخلت عليه. في الوقت ده كليوباترا قررت إن هي تنتحر. هي عرفت إنها لو فضلت عايشة أوكتافيوس هياخدها أسيرة في موكب الانتصار بتاعه، وكرامتها كمان كعريقة ما تسمح لهاش بحاجة زي كده تماماً، فقررت إن هي تخلص على نفسها. بس أغلب المؤرخين قالوا إن موضوع إن هي سممت نفسها بسم تعبان ده مستبعد تماماً. هي شربت سم كان موجود في مشروب. ابنها قيصريون كان عنده وقتها حوالي 17 سنة. لما عرف بموت أمه قرر إنه يسيب مصر ويروح الهند خوفاً من أوكتافيوس. بس أوكتافيوس بعت له أكتر من مرسال وقال له ما تخافش، وحاول يطمنه يعني إحنا قرايب، ده إحنا إخوات بالتبني والكلام ده. قيصريون اطمن فعلاً ورجع مرة تانية لمصر. أوكتافيوس خنقه لحد ما مات، وبكده عهد البطالمة في مصر انتهى، وأوكتافيوس قدر ينفرد بحكم روما لوحده وفي نفس الوقت يفرض سيطرته على مصر. وبس يا سيدي، هي دي كل الحكاية.